الدنيا ليل والطريق ساكت، مفيش ولا عربية بتعدي من قدامنا نستغيث بيها. حتى لو حد عدى أول لما بيشوف المنظر بيخاف على نفسه ويبعد. وأنا وعصام جوزي متماسكين وبنحاول نقاوم، وولادنا قدامنا عمالين يعيطوا. كانوا 3 بلطجية قطعوا علينا الطريق. واحد منهم بص لعصام وقال له: بص يا معلم، احنا مش عايزين نأذيك، احنا هناخد منك المدام القمر دي ونسيبك تمشي انت وولادك. عصام صرخ وقال له: ابعدوا عنها يا كلاب، محدش يلمس شعره من مراتي. واحد منهم اتكلم وقال له: يبقى خلاص هناخدها وهي بتترحم على روحك ان شاء الله. والأول مرة أشوف عصام بالشكل ده، كان عامل زي الأسد، هجم عليهم وقعد يضرب فيهم ويقاومهم. لكن زي ما بيقولوا الكترة تغلب الشجاعة، كانوا بيضربوا فيه، وفي عز ما كان بيقاوم ويضرب صرخ فيا وقال لي: خدي العيال وسوقي العربية بسرعة واهربي من هنا. قلت له: لا يا عصام مش هسيبك. قال لي هو بيزعق. قلت لك اهربي بسرعة، أهون عليا أموت وأنا محافظ عليكي وعلى شرفك، ولا إن أعيش واحد منهم يلمس شعر منك. جريت وأنا بتنفض على العربية اللي فيها ولادي، كانوا بيعيطوا، وسوقتها بسرعة وعيني متعلقة على عصام جوزي اللي كان خلاص مقاومته بدأت تنهار ومبقاش قادر يضرب تاني ولا يقاوم. جريت بالعربية زي المجنونة وأنا بعيط وبدور على أقرب اسم للشرطة يلحقني. وفي عز ما أنا ماشية منهارة شريط حياتي مر قدامي زي فيلم سينما. كنت صغيرة لما اتفرجت على أول فيلم رومانسي اتعرض في التلفزيون. أنا فاكرة حتى كان بتاع فاتن حمامة، واتأثرت بيه ساعتها جدا لدرجة إن عيطت لما ماتت في آخر الفيلم وضحت عشان البطل. ولقيت نفسي بعدها بتشد لكل فيلم أو رواية رومانسية أقابلها قدامي أو حتى أقراها. من الروايات الرومانسية ما أقولكوش كنت بسرح معاها بخيالي كأني جزء منها، أعيش مع البطل والبطلة، أشاركهم أفراحهم وأزعل لما يفترقوا. عشقت الروايات وبقت هي تقريبا هوايتي الوحيدة، لدرجة إني كنت لما برجع للواقع كنت بشوف نفسي عايشة في رواية وأنا البطلة بتاعتها. أنا فاكرة مرة دخلت على أمي المطبخ ولقيتها بتقطع بصل وعينيها بتدمع. قلت لها بخضة: مالك يا أمي، مين مزعلك؟ قالت لي: مفيش يا حبيبتي، دي دموع البصل. قلت لها وكأني بمثل على المسرح: لا ما تكدبيش عليا، أنا حاسة من زمان إنك مخبية عليا حاجة، صرحيني أرجوكي، أنا مش بنتك. عادل أخويا لقيتوه على باب جامع، الراجل اللي بره ده مش أبويا. أمي بصت لي بذهول وبعدها رفعت السكينة في وشي وقالت لي: الله يخرب بيت الروايات اللي لحست مخك، انت يا بت ما ترجعي للواقع وتسيبك من الهبل اللي انت فيه ده. قلت لها: ما انا اعمل لكم ايه، ما انتم اللي حياتكم مملة وما فيهاش اي دراما الواحد يعيشها زي اللي بيقراها في الروايات. فعلا هي دي الحقيقة، انا كنت بدور على الحياة اللي بشوفها في الروايات في حياتي، وكبرت وكبرت احلامي ويايا. وبدل ما كنت بدور على الدراما في حياتي بقيت بدور على فارس الأحلام، عايزاه زي الأبطال اللي بقرأ عنهم في رواياتي، عايزاه غني زي شهاب الصفدي، لا يكون وسيم زي عاصم الشاذلي، لا أنا عايزاه رياضي زي ماجد. مش عارفة بقى، المهم يكون بطل رواياتي ويجي عريس ورا عريس وأخرج أقابله واتصدم: إيه ده مش شكل أبطال رواياتي خالص، ولا في أي حاجة من المواصفات اللي قريت عنها، وارفض أي عريس لمجرد إني مش شايفاه حد من أبطال رواياتي. أنا عايزة بطل اللي هكمل معاه باقي حياتي. لحد ما جه عصام وتقدم لي. يومها خرجت وقابلته واتكلمت معاه، وبعدها دخلت أوضتي على طول. ولما ماما دخلت تسألني وتقولي: هيا نهى، رأيك إيه في عصام؟ أظن بقى ده ما يتعيبش يا بنتي، كفاياكي بقى شغل الروايات اللي واكلة دماغك، الراجل ما فيهوش عيب خالص. قلت لها: لا ده ما ينفعنيش خالص، ده لا شبه شهاب ولا عصام ولا حتى ماجد، لا جسمه رياضي ولا وسيم لدرجة إن أتنح أول ما أشوفه، ولا ماشي بحراسة تسد عين الشمس وراه. بصت لي بصدمة وقالت لي: مين دول يخرب بيتك؟ قلت لها بهيام: أبطال روايات يا ماما، الأبطال اللي بقرأ عنهم. ضربت أمي كف على كف وقالت لي:
يخرب بيت الروايات اللي خربت مخك. يا بنتي فوقي، احنا في الواقع، والأبطال اللي بتتكلمي عنها دول في الروايات وبس. لكن في الواقع الرجالة زي عصام وعادل أخوكي وأبوكي. بطلي تحلمي بقى. قلت لها وانا بهزر. تفتكري يا ماما لما تقوليلي ان كل الرجالة زي أخوكي هوافق أتجوز؟ ده أنا عنس أحسن. مسكت المخدة وضربتني بيها وقالت لي ماشي يا نهى، طب بصي بقى هتتجوزيه واخبطي دماغك في الحيطة انتي والأبطال بتوعك دول. بصراحة ردها صدمني. ماما دي مش رومانسية خالص. بس بصراحة كان عندها حق. أنا قابلت ولا 30 عريس لحد دلوقتي وما شفتش فيهم ولا واحد المواصفات اللي بقرا عنها. من الواضح إنهم فعلا أبطال رواياته بس. عصام كان فعلا عريس كويس وأخلاقه عالية، عشان كده وافقت أتخطب له، ومنيت نفسي إن بعد الجواز هشوف معاه الرومانسية اللي بقرا عنها في الروايات. أي نعم الفرح ما كانش في قاعة عايمة على البحر، والمعازيم ما تفرقش عليهم جنيهات دهب، بس مش مهم، أنا فعلا كنت يومها فرحانة. واتجوزت أنا وعصام، وبالرغم من إن شهر العسل كان بسيط جدا، ما كانش شهر أصلا، ده هم 4 أيام في شرم الشيخ، بس ما انكرش إني كنت فرحانة بيهم. إحساس إنك تبقي مسؤولة من شخص تاني إحساس جميل. أنا بعترف إني عشت مع عصام أحلى لحظات رومانسية. ورجعنا من شهر العسل، ومن هنا كانت نقطة التحول. عصام رجع لشغله وأنا رجعت لبيتي وبداية المسؤولية الحقيقية. في الأول كنت مستمتعة بدور الزوجة اللي بتستنى جوزها عشان تقوله هو قد إيه وحشها الشوية دول، وتحضر له الأكل بنفسها وتشيل عنه تعب اليوم. لكن مع الوقت بقيت بزهق من القعدة لوحدي، خصوصا إن عصام شغله بيتطلب إنه يقضي فترات طويلة بره، وبقت تسليتي الوحيدة هي هوايتي القديمة اللي كنت سبتها، ورجعت تاني لقراية الروايات الرومانسية. رجعت تاني لأبطالي، شفت هما بيتعاملوا ازاي مع زوجاتهم، شفت كمان الحياة بينهم عاملة ازاي، حب ودلع وخروج وشقاوة، حاجات بعيدة خالص عن اللي أنا عايشاه. فين كل ده في رواياتي؟ ليه أنا مش عايشة اللحظات دي مع عصام؟ عصام بيجي من الشغل تعبان، يا دوب ياكل لقمة وهو مش شايف قدامه وينام على طول. لكن افتكرت كلمة ماما لما قالت لي إن دول أبطال رواياته بس. ما هونش عليا زهقي غير لما بقيت حامل في ابني الأول. أول ما عرفت إني حامل ما كانتش الفرحة سايعاني. فضلت أحلم ساعتها باللحظة اللي هقول فيها لعصام إني حامل، ويشيلني ويلف بيا ويقول لي اقعدي هنا وما تتحركيش أبدا وأنا هعملك كل حاجة. لأ، ده كمان هيشيلني عشان رجلي ما تلمس الأرض من كتر خوفه عليا. يومها وضبت البيت وزينته وعملت له حفلة صغيرة اتفاجئ بيها، وأول ما دخل قلت له أنا حامل يا عصام. ساعتها بصلي بهدوء وقال لي بجد؟ ألف مبروك، الحمد لله، وسابني ودخل الأوضة. وأنا فاتحة بقي، هو ما شالنيش ليه ولف بيا؟ طب ليه ما قاليش أنا نفسي ببنت وتكون شبهك يا حبيبتي؟ هو في حاجة غلط ولا إيه؟ ومرت أيام الحمل زي الأيام العادية، مفيش أي اختلاف غير صدمتي في رد فعل عصام وهدوء اللي حسسني إني مش فارقة معاه، لحد ما ولدت ابني وشفت فرحته بيه. بس برضه كانت فرحة هادية ما فيهاش لهفة، مش مجنونة زي اللي بقرا عنهم. وتمر الأيام وجبت بنتي التانية، وكل مدى المسافة بيني وبين عصام كانت بتزيد، هو بانشغاله المستمر، خصوصا وانه اضطر يشتغل شغل تاني عشان يوفر لنا حياة كريمة، وانا انشغلت بولادي وبيتي. لكن رغم كده عمري ما قدرت انسى هوايتي قراية الروايات. بس المشكلة الحقيقية اني ما بقتش اكتفي بقراية الروايات اللي الحب فيها بريء، مجرد مشاهد رومانسية بين اتنين. ابدا، بعد عصام عني خلى عندي فضول اقرا الروايات التانية اللي ناس كتير بتمدح فيها وبتقول عليها روايات جريئة. فضولي دفعني اعرف يعني ايه روايات جريئة، وفعلا بدأت اقرا النوع ده من الروايات، واللي كانت بتتكلم عن ازاي الراجل بيعامل مراته بكل جراءة. في الاول اتصدمت وقفلت الرواية مع اول مشهد مش كويس، لكن حاجة جوايا دفعتني اكمل واقرا، وحسيت من جوايا ان حياتي انا وعصام غلط في غلط. عصام مش بيعاملني كده، عصام ما بيحبنيش، عصام مش مشتاق ليا ونفسه يبقى معايا على طول زي ابطال الروايات دي. وبشكل تلقائي
بدأت علاقتي بعصام تتوتر، وبقيت بتضايق من أي حاجة بيعملها حتى لو حلوة، لأني دايما كنت بقارنه بأبطال الروايات اللي بقراها. كنت شايفاه دايما إنه أي حاجة بيعملها بتبقى قليلة. وفي يوم كنت عند ماما وبابا بنزورهم، وقعدت يومها هزر كتير مع عادل أخويا. انتظرت إن عصام يتضايق أو ياخد موقف، لكن هو كمان كان قاعد بيضحك معانا. ولما روحت كان شكلي متضايق جدا، ولقيته بيقول لي: مالك يا نهى، شكلك متضايق ليه مع انك كنت فرحانه وانت هناك؟ قلت له كلمه صدمته. قلت له: عصام، هو انت ما بتغيرش عليا؟ بص لي باستغراب وقال لي: لا طبعا بغير، انا راجل واكيد بغير على حرمه بيتي. قلت له: يا سلام، امال سبتني ليه هزر واضحك مع عادل وما بانش عليك ابدا انك متضايق؟ لقيته بيقول لي: لا حول ولا قوه الا بالله، يا بنتي عادل ايه اللي غير عليكي منه؟ ده اخوكي. قلت له: ولو يعني ايه اخويا؟ هو مش المفروض تغير عليا حتى من اقرب الناس ليا؟ قال لي: انت مجنونه، هو في راجل يغير على مراته عشان بتهزر مع اخوها؟ قلت له: ايوه، ادم في الروايه كان بيغير على مراته حتى من اخوها وابوها. بص لي بصدمه وقال لي: ادم، انت بتقارنيني بشخصيه في روايه؟ واخده قدوتك من الروايات يا هانم؟ قلت له: صح، معاك حق، انت عمرك ما هتعرف تكون بطل رواياتي، عمرك ما هتحبني زي ما الابطال دول بيحبوا اللي معاهم، وبيفضل قاعد جنب حبيبته ومش بيرضى يبعد عنها، ولو بعد بيرجع لها ملهوف كأنه كان عطشان في صحراء. اللي بيحب بيعمل المستحيل عشان يسعد حبيبته، اللي بيحب بيضحي عشان حبيبته. بصلي وضحك ضحكة كلها تريقة وقال لي: هو ده اللي علمتهولك الروايات؟ قلت له: ايوه، علمتني ان علاقتنا فيها حاجات كتير مش صح وانك ما بتحبنيش. قال لي: بص يا نهى، الروايات مش لازم ابطالها يكونوا بيمثلوا الواقع اللي احنا عايشينه، واللي هتشوفيه حب في الروايات هتلاقيه مختلف خالص في الواقع. الحب في واقعنا ان راجل يبدأ حياته مع واحدة ويقرر يتخلى عن كل احلامه في سبيل انه يفتح بيت ويبقى مسؤول عن اسرة. الحب ان راجل يتعب ليل ونهار من غير ما يكل ولا يشتكي لمجرد ان يوفر لاسرته حياة كريمة، ويهون عليه تعبه لما يشوفهم سعداء. الحب ان راجل يسيب عرضه وشرفه وحياته كلها امانة بين ايدين اللي اختارها تكون شريكة حياته. هو ده يا حبيبتي الحب في واقعنا. فوقي بقى وكفاية روايات. مشي وسابني وانا بقول لنفسي: عندك حق، انت عمرك ما هتحس بيا ولا هتقدر تكون بطل لرواياتي. وفي يوم جه عصام بدري من الشغل، بصيت له باستغراب وقلت له: ايه اللي رجعك بدري يا عصام؟ قال لي: قررت احاول اقلد ابطالك، يمكن اعجبك. انا اخدت اجازة يومين بالعافية وهنسافر نقضيهم سوا انا وانتي والولاد. ابتسمت بالعافية وقلت لنفسي: وهم اليومين دول اللي هيخلوك بطل؟ يلا مش مهم، المهم نخرج وخلاص. وركبنا يومها العربية متأخر، وكان عصام هو اللي سايق، وفي وسط الطريق قطعتنا عربية فيها 4 بلطجية، وقفونا وشدونا أنا من العربية، ونزل عصام بسرعة يمنعهم عني، وحصل كل اللي شفتوه. فقت للواقع بعد ما افتكرت كل اللي حصل لي. أنا كنت ظالمة عصام، كنت بدور على بطل يشبه أبطال رواياتي، وما كنتش عارفة إن بطلي الحقيقي موجود قدامي، موجود طول الوقت وأنا اللي مش شايفاه. وقفت قدام لجنة وأنا بصرخ وبعيط وبقول لهم: أرجوكم أرجوكم الحقوا جوزي، وحكيت لهم كل اللي حصل. جت مجموعة معايا ووديتهم في المكان اللي حصلت فيه الحادثة، ولما وصلنا كان عصام مرمي على الأرض بعد ما اتضرب في كل جسمه وكان مغمى عليه، لكن البوليس قدر يمسكهم قبل ما يهربوا، وخدنا عصام بسرعة على أقرب مستشفى، وفضل في أوضة العمليات وقت طويل وأنا بعيط وبدعي ربنا يرجع لي بألف سلامة. وبعد فترة خرج الدكتور وقال لي: اطمني يا بنتي، ربنا نجاه، هو صحيح اتجبس وتركب له مسامير، لكن نحمدي ربنا انه رجعلك بالسلامة. شكرت الدكتور وفضلت احمد ربنا، ودخلت على عصام لقيته نايم على السرير ورجله وايده متجبسين، واول لما شافني ودى وشه الناحية التانية. قربت منه وقلت له: عصام، الحمد لله على سلامتك، وحشتني. قال لي: طبعا دلوقتي اثبتلك بمنظري ده اني ما ينفعش اكون بطل زي ما انت عايزة. قلت له: بالعكس،
ده أنا شايفاك دلوقتي أحسن من أي بطل قريت عنه. شايفاك الراجل والفارس اللي بحلم بيه طول عمري، وربنا كرمني بيه. شايفاك دلوقتي بطل رواياتي. وخرج عصام من المستشفى وقعد فترة في الجبس، والحمد لله ربنا تم شفائه على خير ورجع لحياتنا من تاني. لكن أنا اللي اتغيرت وعرفت قيمة حياتي وبيتي وأسرتي، والأهم إن عرفت إن الحياة مش رواية، الحياة واقع لازم نعيشه بحلوه وبمره وبكل أحداثه. ودي رسالتي اللي جاية أقولها لكم: ما تربطوش أحلامكم وحياتكم بأحداث رواية أو قصة قريتوها. اخلقوا بنفسكم أحداث رواياتكم، خلوها مختلفة قريبة من الواقع. ارسموا فيها أحلامكم انتم، أحلامكم اللي تخليكم أبطال على أرض الواقع، مش مجرد أبطال روايات.